اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة مع بعض هعمل طاسة سجق إن شاء الله هتعجبكم. لأنها كانت خطيرة خالص، فأنا قلت إيه لازم إن أنا أنزلها على القناة زي ما احنا متفقين، الحلو للحلوين. فطبعا طاسة السجق كان جميلة جدا، فأنا قلت أنزلها ليكم على القناة عشان تشوفوها. ولو عملتوها واتكرمتوا تعملوها يعني إن شاء الله زي بطريقتي، تقولوا لي إيه رأيكم في كومنتاتكم الجميلة. جيت بقى نزلت بطماطميتين قطعتهم كده شرايح صغيرة، ونزلت ببصلاية برضو قطعتها شرايح وفردتها في الصينية فوق الطماطم. ورحت جاية نازلة بقرن فلفل. قرن الفلفل ده ولا هو حامي قوي ولا هو بارد قوي، بس هو بيدي طعم وريحة جميلة جدا للأكل. انزل بالتوابل بتاعتي، نزلت برشة الفلفل الاسود بتاعتي والكمون ورشة كزبرة. وبدأت بقى خلاص كده ارش بقى شوية ملح صغننين كده، علشان السجق اصلا بيبقى فيه ملح. فانا حطيت الملح اللي يكفي البصل والطماطم والفلفل بتاعي. حطيت رشة ملح بسيطة كده على البصل والطماطم. ورحت جايبة بقى فصين توم كبار كده شوية، ورحت مقطعهم تقطيع مش هرستهم، قطعتهم ورحت رمياهم فوق الطماطم والفلفل والبصل. بيدوا طعم جميل وريحة خطيرة. خلاص كده بقى هنروح نجيب السجق بتاعي وارصه في الطاسة فوق البصل والطماطم والفلفل والثوم. بعد ما حطينا التوابل بتاعتنا والملح وكل حاجة، هنرص بقى السجق في الطاسة. بصوا اعملوا الاكله دي وشوفوا، شموا ريحتها والاكل والريحه والطعم وقولوا لي ايه رايكم. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميله واللايكات الكتير كتير 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 علشان نكبر مع بعض. كده خلاص عملت السجق رصيته في الطاسه كويس جدا. هنزل بقى عليه بشويه صغننين جدا من الزيت. وبعد ما رشيت شويه الزيت الصغننين دولت خلاص غطيته بالغطا، ورحت حطيته على البوتاجاز شويه. طبعا السوائل اللي هتنزل من البصل والطماطم والفلفل سوت معايا السجق ما شاء الله، خلت السجق استوى وبقى خطير. خلاص كده قلت اقلبها لكم بقى في الصينيه واوريكم ايه رايكم. حبايبي اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم بقى في الطعم والريحه في كومنتات جميله زيكم كده ان شاء الله. كده خلاص عملت السجق وخلصته ما شاء الله كان جميل جدا. الطماطم والفلفل والبصل سوى السجق ومحتاجش اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وما تنسونيش بكومنتاتكم الجميلة واللايكات بتاعتكم. واللي اول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات. اهو كان خطير جدا، حبيت اوريهولكم. وطبعا كل حاجة ان شاء الله هعملها وهتعجبني لازم 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 انزلها على القناة، علشان حبايبي كلنا نعمل، كلنا بنعرف نعمل اكل وكلنا بنعرف، بس هي بتبقى طرق كل واحد بيعمل اكل بطريقة مختلفة. فانا حابة ان انا انزلكم الطريقة بتاعتي على القناة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.